في ناس بنسيبها وبنمشي، او بيسيبونا وبيمشوا، لا بيقدرونا ولا بيقدروا حبنا ولا تضحياتنا. بنتوجع، بنعيط، بنزعل اوقات كتير، الدنيا بتسود بعدهم، بس بعد فترة بنفوق وبنبقى احسن. بيعدي الوقت بتلاقيهم بيخبطوا على بابك، بيرجعوا لك: احنا عايزينك، وحشتنا، عرفنا قيمتك لما مشينا من حياتك. اوعى تصدق الكدبة. لما مشيوا سابوك وما بصوش وراهم، ما شافوش انت اتوجعت قد ايه، اتضايقت، تعبت، فقت، قمت زي لوحدك وبقيت منور. فلما نورت رجعوا يخبطوا على بابك تاني. رجعوا ليه؟ عشان انت كنت الحد الحقيقي اللي في حياتهم. عشان لما مشيوا لقوا اشباههم، واشباههم مش قد كده، فرجعوا للناس اللي كانوا مدينهم قيمة اكبر من قيمتهم، اللي كان وجودهم نعمة هم ما يستحقوهاش. عشان كده مشيوا. فتأكد لما بتدي لحد فرصة تانية وهو ما انتهزش الفرصة الأولى، بالظبط كأنك اديته المسدس اللي يضرب عليك الرصاص للمرة التانية. فلو المرة الأولى انت عديت منها وبعدت، اتأكد ان المرة التانية هتيجي في نص دماغك، في نص قلبك. ما تسمحش لنفسك ان انت ترجع عشان تنتصر لكرامتك، عشان تقول انا عارف قيمتي ورجع. مفيش حد بيعرف قيمة حد وبيرجع، هو بيعرف قيمته هو. فلما شاف ان هو اقل مما كان يستحق، لما شاف الناس اللي شبهه، لما راح للناس اللي من قيمته وعلى قده، ولقى ان مفيش حد زيك. بصمتك، بصمة قلبك مختلفة، روحك مختلفة، الحاجات الكتيرة اللي كان بيحسها في وجودك، امان، ونس، ثقة، حاجات كتير، عشان انت حد حقيقي عملتها. فلما يجي يرجع، من فضلك ما توربش الباب، اقفل الباب في وشه، قول له انا اسفة، قول له انا اسف. فرصة سعيدة مش هتتكرر، فرصة سعيدة المرة الجاية اسمع حد تاني مش معايا. سيرين العمري.